الفيجن بورد ولا لوحة الأهداف كاين بزاف منكم اللي نسمعوا هذه الكلمة، خاصة انه ما بقالناش وندخلوا على العام الجديد. اروحوا نخدموا وحده كيف ونفهمكم شهي الفيجن بورد. الفيجن بورد ولا لوحة الأهداف هي يكونوا فيها تصاوير يعبروا على الأهداف اللي رانا باغيين نحققهم في العام الجديد. بما أن الإنسان كثير النسيان، فشيء طبيعي جدا بعد شهر ولا شهرين أنه ننساو الأهداف اللي رانا باغيينهم. لكن نهار اللي يكونوا أهداف تاعنا في تصاوير واضحين وقدامنا نقدروا كل يوم نشوفوهم، هكا ما راحش ننساهم، المخ تاعنا تلقائيا راح يبدأ يخدم باش يحقق هادو الأحلام. فباش نخدموا هاد لوحة الأهداف، أول خطوة نجيبوا ورقة نكتبوا فيها كامل الأهداف اللي رانا باغيين نحققهم في العام الجديد، ومن بعد نروحوا تطبيق بينترست نخيروا جميع الصور اللي يعني تمثل الأهداف اللي رانا باغيين نحققهم، ومن بعد نروحوا عند السيبان نطبعوهم ولا فقط في البيت إلى عندكم امبريمونت، ومن بعد نجيبوا ورقة ولا لوحة اللي راح نحطوا فيها هادوكم الصور، ومن بعد نقصوهم نستفوهم على اللوحة تاعنا يعني على حسب الشكل المناسب، ومن بعد نلصقوهم بالغيره ولا تقدروا تخرجوهم بابي، يعني بابي يكون لاصق، بابي فوتو اوتوكول ولا بابي اوتوكولو نورمال. وهنا اللوحة تاعنا راح تكون جاهزة كما راكم تشوفوا. شوفوا النتيجة تاع اللوحة تاعي، هذه هي اللوحة تاعي، شوفوها كيفاش خرجت. ان شاء الله تكون عجبتكم، ما تنساوش تجربوها لانها راح تفيدكم بزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره، ما تنسوش ديروا لي جيم وديروا لي كومنتير حلو كما كيفكم، وما تنسوش تروحوا على شان يوتيوب تاعي باش يوصلكم كل ما هو جديد.